شاشة هاي سنس 32 بوصة، هي دي مشكلتها زي ما قدام حضراتكم كده. بتشتغل لوحدها وتدي اوامر لوحدها، بتطلع الصورة زي ما حضراتكم شايفين. هنفتح كده مع بعض ان شاء الله ونشوف المشكلة ايه ونحاول نحلها بعد الفصل. يا ريت نعمل لايك وشير عشان نقدر نفيد اكبر قدر من الناس، واشترك وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. فتحنا كده الشاشة عشان نشوف هنبدأ منين، واول حاجة المتوجه ليها على طول البريسات بتاعت الشاشة بنفصلها ونبدأ نشغل الشاشة ونجرب، لان طبعا لو في احد البريسات دي معلق فهيعمل لنا مشاكل. وهنحل طبعا البريسات بالمرة، نبص عليها. في اثر لحمات تقريبا كان حد شغال فيها قبل كده. تمام، فاحنا هنجرب كده من غير البريسات ونشوف الدنيا ايه، ولو في حاجة في البريسات هنصلحها كده. احنا شغالين من غير البريسات بقالنا حوالي نص ساعة والدنيا شغالة كويس. هنغير برضو البريسات ونجرب كده ونشوف. هنبدأ بقى نغير البريسات نفسها ببريسات جديدة هناخدها من الريسيفر. المهم تكون نفس الارتفاع بتاع البريسات ديت، لان البريسات مختلفة في حاجات كده. هوري حضراتكم اهوت. هنا في الصبع بتاع البريسات دوت طويل شوية، وهنا في اقصر سنة، فالحجم المناسب معانا هيبقى اللي هو دوت مناسب لهنا بالظبط. فلما نيجي نركب بتبقى البريسات دي فيها طرفين متوصلين مع بعض. هنراعي دوت لما نيجي نوصل. لو سمعنا كده على الصفارة الطرفين دول واصلين مع بعض دايركت، والطرفين دول واصلين مع بعض دايركت. المفتاح بيشتغل في الاتجاه ده، يعني كده مش هيبقى فيه. ولو دوسنا عليها الشكل ده كده هتبدأ توصل كده اهو. انما كده واصلين. فنراعي الكلام ده واحنا بنحل من هنا نركب هنا. هنبدأ نحل بإذن الله كده واحدة واحدة، مش هنحل كله، واللي هنحله هنركبه إن شاء الله عشان ما نتلخبطش بس في الاتجاه. هنشفط كده. او ممكن نخلع بطريقة اسرع شوية عن طريق الجفت كده بالشكل ده، ونسخن على الاتنين في نفس التوقيت. هتلاقيها هتتسحب، والناحية التانية نفس القصة. بالشكل ده. اللي هنطلعها هننضف مكانها ونخلع واحدة نركبها. ننضف الفتحات بتاعتها بس.
بالمنظر دوت. وهنيجي من هنا نحل واحدة، طبعا الحل هنا هيبقى اسهل. هنشوف بس كده الاتجاه بتاع الاتنين اللي هيصفروا مع بعض فين، هتلاقيهم دول عشان يبقوا عارفينهم بس. برضو بحرف الجفت اللي جنب جنب. هم دول كده اللي هيصفروا مع بعض، يبقى هيتحط بالشكل دوت. هنتأكد قبل ما نلحم من اتجاهنا كده مظبوط. طبعا لازم يكون لحامك شكله نضيف. بالشكل دوت. ادي اول واحدة غيرناها. هنغير الباقي بقى كده ونتابع مع حضراتكم عشان ما نطولش وقت الفيديو. الحمد لله الشاشة شغالة معانا بقالها اكتر من ساعتين 3. في طبعا مسببات كتير للعطل دوت. في معظم الناس بتجري على البروسيسور، يقول لك البروسيسور فيه حاجة او على المين بورد فيها حاجة. لا، انت عايزك تبدأ من عند البريسات. اول حاجة تفكر فيها البريسات. طبعا انا غيرت كل طقم البريسات ده من الريسيفر القديم، والمنظر زي ما حضراتكم شايفين. وضع اللحامات بتاعته ولله الحمد لازم يكون شغلك نضيف ولحاماتك نضيفة. والشاشة شغالة معانا معدية الساعتين 3 زي ما حضراتكم شايفين. اتمنى تكون المعلومة وصلت لحضراتكم، وما تنسوناش من دعوة بظهر الغيب. شرفتوني.